إيه هو قانون بقاء الطاقة؟ قانون بقاء الطاقة ده كلنا عارفينه وحافظينه من أوله لآخره. قانون بقاء الطاقة بيقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن بتتحول من صورة لصورة أخرى بس. تاني القانون، قانون بقاء الطاقة هو إيه؟ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن بتتحول من صورة لصورة إيه؟ أخرى. يعني أنا عندي الكهرباء اللي طالعة لي من هنا دي، هل لما بوصلها في اللمبة اللي فوق دي بتفضل زي ما هي وبتطلع لي كهرباء من اللمبة يعني، ولا بتطلع طاقة ضوئية وطاقة حرارية؟ في بعض المصابيح اللي كانت عندي زمان اللي هي المصابيح الصفراء اللوند الصفراء دي بتبقى موجود فيها إيه؟ ها، بتطلع لي ضوء وتطلع لي برضو ايه، حراره. يبقى الطاقه الكهربائيه اللي داخله لها من الفيشه بتطلع لي ايه، ضوء وايه وحراره. هل كده الطاقه راحت؟ طب انا جبت طاقه من مكان تاني، ولا الطاقه اللي عندي اتحولت من صوره لصوره ايه تانية؟ تمام كده، اتحولت من كهرباء لايه، لضوء وايه وحراره. فبيقول الطاقه الميكانيكيه، تاني الطاقه الميكانيكيه عباره عن ايه؟ او قانون بقاء الطاقه نكتبه الاول. اه، الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن بتتحول من صورة إلى صورة أخرى. عايزة تاني؟ طيب الكلام اللي عليه الطاقة الميكانيكية. إيه هي الطاقة الميكانيكية؟ كان بيقول لك إن هي تساوي أو عبارة عن مجموع طاقتي الوضع وإيه والحركة. أقولها تاني، الطاقة الإيه؟ الميكانيكية عبارة عن إيه؟ مجموع، يعني هتجمع ولا هتطرح؟ هجمع مين؟ طاقة الوضع وطاقة الإيه؟ الحركة. طب معلش ممكن تفكرني بالقوانين بتاعت الاتنين؟ طاقة الوضع كان القانون بتاعها إيه؟ كان اسمها الأول البي إي، كانت بتساوي إيه؟ الإم في الجي في مين؟ في الاتش. طب وطاقة الحركة كان اسمها الكي إي، وكانت بتساوي نص الام في الفي تربيع يعني. تمام كده؟ ها، عيد الجزئيه دي تاني. طيب صليت على النبي. تعال نكتب القانون كده، او الطاقه الميكانيكيه دي رمزها ايه؟ الرمز بتاعها ام اي. يبقى القانون بتاع الطاقه الميكانيكيه الام اي بيساوي ايه؟ الكي اي زائد البي اي. طب ما تحول لي القوانين، بص معايا كده. الكي اي ديت عباره عن ايه؟ لسه كاتبها لك، نص ام في الفي تربيع زائد الام في الجي في الايه في الاتش. اعرف اطلع منهم حاجه مشتركه؟ مين اللي مشترك فيه؟ مين اللي شايفه مشترك في الناحيتين؟ طب ما تاخدها عامل مشترك، دي بتساوي اهي الام اي. طيب الام ده لو خدتها عامل مشترك يبقى اصبح عندك نص في تربيع زائد الجي في ايه في الاتش. فهمت كده الليله دي؟ طيب اديني مثال افهم بيه طاقة الوضع والحركة. مثال انا كنت قايله لك في اخر الحصة اللي فاتت، كنت قايل لك لو فاكر ان ده كان ايه، بندول صح؟ كنت قايل لك ان البندول ده هيتحرك على جانبي موضع ايه، سكون. ايه هما جانبي موضع السكون؟ يعني المفروض واحد هيوصل لهنا والتاني هيوصل برضه لهنا، صح؟ قلت لك ان ده هيوصل من هنا لهنا. لو سميت موضع السكون ده الف، فالموضع ده هسميه باء، والموضع ده هسميه ايه، ج. ما هو بعد ما يوصل لباء بص كده هيعمل ايه؟ ايه اللي هيحصل فيه؟ هيجي راجع تاني لفين؟ لألف. طب هل هو لما يوصل لألف هيفضل عند ألف بس، ولا هيعمل ان هو هيطلع لمين؟ لجيم. طب وبعد ما يطلع لجيم هيبدأ ان هو يعمل ايه؟ هيرجع تاني تمام لمين؟ للألف، وتفضل الدورة ديت ايه شغالة. في الشرح اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت
كنت باقول لك أثناء الصعود، يعني في الحالة واحد أثناء الصعود إيه اللي كان بيحصل معاه؟ كانت بتقل مين؟ السرعة، وكان بيزداد مين؟ الارتفاع، صح؟ طيب يعني معنى إن السرعة بتقل إن الKE كلها بيحصل لها إيه؟ بتقل، صح؟ والارتفاع بيزداد، معنى كده إن الBE بيحصل لها إيه؟ بتزداد. بص صلي على النبي، قلت لك أنا معايا 1000 جنيه، حلو؟ ده رقم ثابت مش هغيره، حلو؟ لو أنا رحت صرفت اشتريت مثلا جاكيت، واشتريت بنطلون، اشتريت شوية حاجات، شوية الحاجات اللي أنا اشتريتهم دول كل ما أنا أزود في الصرف اللي أنا هاصرفه، الفلوس اللي فاضلة معايا هتقل والّا هتزيد؟ هتقل، صح كده؟ طيب لو أنا جيت قُلت لك بقى أنا وأنا طالع، لو افتراضًا إن أنا أهو السرعة بتاعتي أو طاقة الحركة بتاعتي، شوف أنا هاقول إيه، طاقة الحركة بتاعتي كانت ب1000 أو ب100 جول، وأنا طالع مش السرعة بتقل؟ ها، مش السرعة بتقل؟ مش أنا في موضع السكون كان الارتفاع بتاعي بكام؟ صفر، صح؟ معنى كده إن دي لو دي طاقة الحركة، فطاقة الوضع هنا هتبقى بكام؟ بصفر. وأنا طالع مين اللي بيزيد؟ ها؟ مين اللي بيزيد؟ الارتفاع أهو، واللي هيزيد معاه مين تاني؟ طاقة الإيه؟ الوضع. اللي هيزيد معاه تاني مين؟ طاقة الوضع. طب طاقة الوضع لما تزيد طاقة الحركة يحصل لها ايه؟ تقل. طاقة الحركة يحصل لها ايه؟ تقل. ولما انا كل ما انا هقلل طاقة الحركة هوصل لحد اقصى ارتفاع. عند اقصى ارتفاع كانت السرعة بكام؟ بصفر. يعني طاقة الحركة بتاعتي بكام؟ بصفر. طب مين اللي بقى عند اكبر قيمة؟ ها؟ مين اللي اكبر قيمة دلوقتي عندي؟ طاقة الوضع اللي هو الارتفاع، صح كده؟ ولما الارتفاع يبقى بالماكس يعني أكبر قيمة، إيه اللي هيحصل لطاقة الوضع اللي هي اسمها بي إي؟ تكون هي كمان إيه؟ أكبر قيمة، صح كده؟ طيب هديك مثال تاني، مثال بقى جديد. لو أنا جبت كورة، حلو؟ وجيت قذفتها لأعلى، وصلت لأقصى ارتفاع أهي، وهتنزل تاني للأرض، صليت على النبي؟ أنا لنفترض إن الطاقة بتاعتي تحت عند سطح الأرض كانت مثلًا هادّي لها طاقة إن أنا أقذفها بيها، كانت السرعة بتاعتي ب10 متر على الثانية، تمام؟ وطاقة الحركة بتاعتي أهو الKE هنا كانت بتساوي 1000 جول، صليت على النبي؟ كل ما هاطلع لفوق المفروض هنا طاقة الوضع بكام؟ بصفر، لأن أنا عند موضع الإيه؟ السكون، أهو أنا هنا أهو، ده سطح الأرض أهو، تمام؟ أنا حدفتها لفوق. كل ما باطلع لفوق السرعة بيحصل لها إيه؟ بتقل، صح؟ وطاقة الوضع هي طاقة الحركة هي كمان بيحصل لها إيه؟ بتقل. بقت 800، بقت 500، بقت 200، بقت صفر، صح؟ مين قصادها اللي بيزيد؟ مقدار النقص في طاقة الحركة يساوي مقدار الزيادة في طاقة الإيه؟ الوضع. يعني ديّة لمّا كانت 800 كانت طاقة الوضع يا أستاذ ب200؟ أيوه، علشان من 800 زائد ال200 يدّوني كام؟ ال1000 اللي هي الطاقة الإيه؟ الميكانيكية، تمام كده؟ أعيدها تاني يا نجار؟ طيب يبقى المفروض ادي ال 800 وادي كام؟ 200. طب دي بقت 500، التانية هتبقى اللي هي فقدته اللي هم كام؟ 500. طيب هنا هتبقى بكام؟ ب 800، صح كده؟ طيب لما اوصل بقى لصفر بقت البي اي فوق بكام؟ ب 1000، صح كده؟ يبقى انت كده عملت لي ايه؟ مش انت قلت لي ان الطاقة الميكانيكية بتساوي الحركة زائد الوضع؟ يبقى اللي انت هتسيبه هيروح للتاني. يعني ايه اللي انا هاسيبه هيروح للتاني؟ يعني كل ما انا هقلل الطاقة طاقة الوضع، طاقة الحركة إيه اللي هيحصل فيها؟ هتزيد. اعيد الجزئية دي تاني، اعيد الجزئية دي تاني. طيب يا استاذ انا استفدت ايه دلوقتي؟ عندك 3 ملحوظات مهمين. انت عند سطح الارض او عند موضع السكون
إيه اللي بيحصل معاك؟ صليت على النبي؟ المفروض في اللي أنا هاكتبه كله الطاقة الميكانيكية ثابتة. أقول تاني، الطاقة الميكانيكية مالها ثابتة. الحاجة اللي بعد كده، أنا في موضع السكون مين اللي بأكبر قيمة؟ الكائي أكبر قيمة. تمام؟ طيب والبي بتساوي كام؟ ها؟ بتساوي كام؟ صفر. تمام؟ طيب وأقول تاني أهو، الطاقة الميكانيكية ثابتة. تمام؟ لا بتزيد ولا بتقل. طيب يا أستاذ، وعند أقصى ارتفاع إيه اللي هيحصل؟ صليت على النبي؟ عند أقصى ارتفاع ده معناه إن أنت عندك الطاقة، هنكتب بلون تاني، طاقة الكي هتساوي كام؟ صفر. طب والبي هتبقى أكبر قيمة. طيب أنت مسألة، وبرضه هنا هيبقى مين اللي ثابت؟ ها؟ طاقة الميكانيكية مالها؟ ثابتة. صليت على النبي؟ طيب لو جيت وقلت لك كده في منتصف المسافة، بص كده، إيه اللي هنا؟ الاتنين بيساوي بعض صح؟ يبقى الكائي بتساوي البي اي، وهما الاتنين خلي بالك هما الاتنين بيساوي ايه؟ نص الام اي. يعني ايه مش فاهم؟ او ان الام اي بتساوي 2 في الكي اي بتساوي 2 في البي اي. مش فاهم الحته دي، معلش فهمها لي تاني. بص كده يا سيدي، هو انا مش كنت قايل لك انت هنا بدات بكام؟ ب 1000 صح؟ ركز عشان الكلام ده مهم. انت بدات هنا بكام؟ ب 1000. بدات هنا بكام؟ ب 1000. لما كنت وصلت فوق كانت طاقه الحركه ب 500 وطاقه الوضع بكام؟ ب 500 برضه. طيب ده معناه ان الطاقه الميكانيكيه، شوف انا بقول ايه، الطاقه الميكانيكيه تحت خالص في البدايه بتساوي مين؟ طاقه الايه؟ الحركه. وفوق خالص بتساوي مين؟ طاقه الوضع. طب وفي النص ضعف اما طاقه الوضع او طاقه الحركه. ما هو في منتصف المسافه اساسا انت طاقه الوضع بتساوي طاقه الايه؟ الحركه. وصلت كده؟ ها اعيدها تاني، اعيدها. طيب يبقى انت الطاقه الميكانيكيه ثابته، وعند موضع السكون او عند سطح الارض تساوي طاقه الايه؟ الحركه. طيب ولو انا عند اهو، ولو انا عند اقصى ارتفاع الطاقه الميكانيكيه تساوي طاقه الايه؟ الوضع. اعيدها تاني، مفهومه الجزئيه دي؟ طيب صيغه ابعاد الطاقه الميكانيكيه هياها نفس صيغه ابعاد الايه؟ الشغل. طب صيغه ابعاد طاقه الحركه هياها نفس صيغه ابعاد الايه؟ الشغل. طب اللي هو ايه صيغه ابعاد الشغل؟ ام ال تي ام ال تربيع تي اس سالب ايه؟ 2. طب وحده القياس اما جول او نيوتن في المتر ايه؟ تربيع. اعيدها تاني، ها، نيوتن في متر بس مش نيوتن في متر تربيع. اعيدها تاني، مفهومه؟ مفهومه؟ عيد حاجه من دول تاني. بس يا سيدي الدرس كده خلص. فاضل لك التطبيقات. التطبيقات دي اللي هي الحاجات اللي انت استخدمتها.